أهلا بيكم في أول حلقة من حلقات أنا وأولادي. أنا وأولادي فكرتها جات لي من كذا موقف اتعرضت ليه مع أولادنا في المرحلة الثانوية، يعني من أولى لثالثة ثانوي. كتير من طلبة الثانوية العامة أنا خايفة إن أنا محققش نجاح، أنا خايفة أفشل ومحققش حلم أهلي، أنا خايفة إن السنة دي تضيع كل مستقبلي. الأغرب من كده إن لقيت من تانية ثانوي بيتصلوا بيا بيقولوا لي إحنا مش خايفين من الترم التاني، إحنا خايفين من اللي هيحصل من الترم التاني، إحنا خايفين من الثانوية العامة، خايفين من الفشل، خايفين ما نحققش حلم أهالينا، خايفين إن إحنا نخذلهم. طبعا كنت بقعد أتكلم معاهم بهدوء، بضحك شوية، بنتكلم بالعقل، بندي أدلة موضوعية ازاي اكسب المرحلة ديت ومحققة اكبر الانتصارات، مع انها مش حرب خالص، هي مرحلة عادية بس يمكن ليها تبعات اكبر. اللي حصل ان من 10 ايام كنت بسمع حلقة على اليوتيوب من برنامج بيقدم فكر راقي وفكر رائع، لكن سمعت مداخلة لأحد ولادنا في الثانوية العامة. المداخلة دي كانت دايما ما يكون ناقوس خطر بيرن، دايما يكون ضوء أحمر، خدوا بالكم في خطر جاي. للأسف المكالمة دي لقيت الطالب فيها يريد فكرة الخوف، لكن فكرة العدم، تساوت الحياة مع الموت، تساوى النجاح بالفشل. إذا كنت ممكن أنجح وممكن أفشل، الحياة فايدتها إيه؟ ما أنا ممكن أموت نفسي وأخرج، ما كل حاجة نهايتها موت. ليه بتقول كده؟ طب ما أهلك هيزعلوا، أنت ما عملتش حساب الوالد الوالدة أثر ده عليهم إيه؟ لا، ما هم هيزعلوا شوية وخلاص هينسوا، ومع الزمن كله بيتنسي. لكن لو أنا ما حققتش أملهم هيفضل الفشل ده قدامهم على طول، وممكن اني اخسر حبهم، لكن لو مت هيزعلوا عليا شويه وخلاص والموضوع هيتنسي. ياه، للدرجه دي الخوف من الثانويه العامه؟ ولا للدرجه دي الخوف من ابائنا وامهاتنا؟ هل هنا سؤال بيطرح نفسه، هنا في سؤال خطر. كل اب وكل ام لو سمحت بص لنفسك، هل انت حبك لأولادك حب مشروط ولا حب غير مشروط؟ ايه ده؟ هو في حب مشروط وفي حب مشروط؟ احنا عمرنا ما بصينا لولادنا كده. احنا بنحب ولادنا، احنا عاوزين ولادنا يكونوا احسن ناس في الدنيا. كل اب وكل ام بيقولوا انا عايز اشوف ابني احسن مني، انا عايز اشوف بنتي احسن مني، هو ده الحلم اللي انا عايش علشانه. ده صح، وكلنا املنا في ولادنا، بس للاسف واحنا بنقدم لهم الحب ده ما بناخدش بالنا ان في بعض المفاهيم بتوصل لهم واحنا مش واخدين بالنا، لكن ولادنا هم اللي واخدين بالنا. اما تجيلي بنت تتصل بيا وتقول لي مثل لو سمحت، هو انا لو ندلت في مادة او سقطت هتفضلي تحبيني؟ طبعا السؤال ده لخبطني شوية كده وبرجلني. حبيت اخرج بقى من دور امينة رزق كده، وحبيت اخد الموضوع على عادل امام وفؤاد المهندس كده شوية. قلت لها ده الموضوع يتوقف على الموضوع فيه دينب ولا ما فيهوش دينب، الموضوع فيه فلسفة ولا ما فيهوش فلسفة. حاولت ان انا اضحك، لقيتها بتقولي انا بتكلم جد. هل لو ندلت في مادة انا هنزل من نظرك؟ هتفضلي تحبيني زي ما انت بتحبيني، ولا نظرتك ليا هتتغير؟ طبعا هنا حسيت ان الموقف جد، فقلت لها لا، هتفضلي بنتي وهتفضلي احبك. مش معنى اني فشلت في مرة معناها ان انا هفضل فاشلة، لا، ده بالعكس، انا الفشل ده جزء من طريق النجاح اللي انا همشيه. مش معنى اني غلطت في مرة او ترخيت في مرة معناها ان انا فاشلة، او حتى عملت اللي عليا بس اخفقت. كلنا بنقابل الفشل في حياتنا. في مرة تانية لقيت بنت معايا في احدى الانشطة
يعني بتفني نفسها في النشاط الترفيهي اللي هي بتعمله باسلوب بيرفكت جدا. فلقيتها فبقولها يا ريت نص اللي بنعمله ده هنا يكون في المدرسة ولا في الدراسة. فراحت قالت لي لا، اصل الدراسة ده نجاح بابا وماما، ده نجاحهم هم، مش نجاحي انا. بابا عايزني انجح علشان ابقى بنت الاستاذ فلان فلاني الناجح، عشان انا ابقى الباشمهندس، علشان انا ابقى الدكتورة. فانا نجاحي ده بتاعه مش بتاعي. ماما عايزاني انجح ليه؟ علشان تقول انا ام شاطرة وبربي ولادي وولادي ناجحين. كلنا اباء وامهات شاطرين وبنربي ولادنا على اعلى مستوى، بس ناخد بالنا احنا بنوصل لهم ان نجاحهم ده بتاعنا احنا، مش نجاحكم انتوا. البنت تقولي ده نجاحهم هم، لكن النشاط ده اللي بيقولوا عليه اللي انت بتضيعي وقتك ده نجاحي انا، ده شخصيتي انا، ده اللي بثبت ذاتي فيه، ده اللي انا بحس بنجاحي فيه. لكن الدراسة ده نجاحهم هم. الاغرب من كده انها قالت لي كلمة، وعلشان اي حبهم يستمر ليا لازم انا ابقى ناجحة. هنا لازم اسأل نفسي وقف قدام كل اب وام، حبك لابنك ولبنتك نمرة واحد لازم يكون حب غير مشروط. والمعنى ده لازم اوصله لابني وبنتي من صغرهم. انا بحبك، انا فخور بيك علشان ذاتك، علشان نفسك، انا فخور بشخصيتك، انا فخور باخلاقك، انا هفضل فخور بيك، انت نعمة ربنا ليا، انت هدية من ربنا ليا، وهفضل فخور بيك وبتباهى بيك قدام الناس، سواء دخلت الكلية الفلانية او دخلت في الكلية العلانية. انت ابني اللي هفضل احبه، انت حياتي، انت نجاح حلو، انت حاجة حلوة في حياتي. فلازم المعنى ده يوصل له، اني انا بحبك. انت مش عشان بحبك لو سمعت الكلام انا هحبك، انت لو عملت كده انا هحبك، انت لو كنت كويس وجبت المجموع الفلاني انا هحبك. كده انا وقفت الحب على تحقيق شرط. الحب بتحقيق شرط ده بيتحول من حب إلى تحقيق مصلحة متبادلة بين الطرفين أو عقد شراكة بين الطرفين، على كل طرف من التاني إنه يحقق البنود والشروط اللي منصوص عليها علشان الشراكة دي تفضل. إذا حد أخل بأحد الشروط ديت يبقى فيه شرط جزائي بيتطبق. هنا دخلنا من منظومة الحب الأسري، خرجناها ودخلنا لعقد شراكة ما بين اتنين. عقد الشراكة اللي بين ابني وبين بنتي لازم يكون يتوقف على هو حب غير مشروط، أنا هفضل أحبك. يبقى أول نقطة أنا لازم أخد بالي منها لكل أب وأم، أنا بحبك وحبي ليك غير مشروط. طيب دلوقتي انا فين دوري كأب وكأم؟ انا دوري ارشاد وتوجيه. احنا دلوقتي الامتحانات عندنا الاختيار من متعدد A B C D، وعليا ان انا اختار الاجابة الصحيحة. انا كأب وكأم انا كل اللي بعمله ايه؟ ان انا بديله مقترحات، المقترحات دي يا تعجبه ويختار منها اختيار، يا اما هو بيختار اختيار هو عايزه. انا عاوز ايه؟ بيقول لي انا عايز اطلع كده، انا نفسي احقق كده، مش انا نفسي احقق لك كده. لا، لما يكون الانسان هدفه نابع من جواه هو بيحقق الهدف ده اكتر وبيستميت لاجل تحقيق هذا الهدف. يبقى انا دوري كايه؟ ارشادي، انا بوجه، انا بقيم. طب تعالى نشوف، انا هعرض عليك وانت اختار، اقعد فكر مع نفسك وقول لي انت اخترت ايه. يبقى انا هنا دوري بوجه. يبقى انا رقم واحد بدي حب غير مشروط. تاني حاجة أنا بوجه لاختيارات ومقترحات بنقيمها، عجبته بيختار منها أوكي، ما عجبتوش الاختيارات دي وهو ليه اختيار تاني أنا عايزة أبقى كده كويس جود كمل ده اختيارك. أنا كده بعود ابني إنه هو يبقى عنده قدرة على الاختيار وإنه هو يتحمل نتيجة اختياره. في نقطة تالتة،
لما ابني بيختار شيء وحصل انه فشل في اول خطوة في هذا الاختيار، في الوقت ده الابن او البنت بيكون مجروح. المجروح ما ينفعش تجيب حمض كبريتيك مركز وتحطه على الجرح، لا، انت بتضمد الجرح وبتضمده وبتلفه. لو سمحت لما يكون ابنك او بنتك بيعاني من فشل او حس ان هو فشل او محققش تارجت هو عاوزه، اول حاجة تعملها مجرد انك تنظف الجرح وتضمده. اوعى تقوله ادي نتيجة الاهمال، ادي نتيجة الفشل، يا ما قلتلك، يا ما نصحتك، بس انت ماشي من نفسك. ما ينفعش، انت ضمد الجرح. ضمادة الجرح لابني او بنتي هو ايه؟ حضنك. من فضلك يا ماما ومن فضلك يا بابا، ابنك وقت فشله اول حاجة تعملها تنظف الجرح. تنظيف الجرح، تاخد ابنك في حضنك لحد اما الجرح يخف. بعد ما الجرح يخف تقدر تتكلم معاه بهدوء. لو سمحت، اللي حصل ده كان نتيجة ايه؟ قولي انت بس، انت وجهة نظرك ايه؟ انت حسيت انك تراخيت في المذاكرة ولا الموضوع ده ما كانش يناسبك وأثبت؟ تعال نتناقش ونفهم فين وجهة الفشل، في الفشل ده جاي منين، ويمكن انت تكون صح وحاجات انا مش شايفها. لما تيجي تقوله انت صح ووريني حاجات انا مش شايفها، انت كده بتكبر ابنك وبتخليه تستميله. لكن لو قلت له انت فاشل انت مش هيسمع، هيسد ودنه. لكن لما تقوله انت في حاجات صح، قولي كده ايه الصح بالصواب، اجبت، تعالى قولي كده. هو هيفتح ودانه وهيفتح قلبه عشان يسمعك. ليه؟ انت طمنته، ما خوفتهوش، خدته في حضنك. لما خدته في حضنك هو هيفتح لك قلبه وهيفتح لك عقله وهيفتح لك ودنه. وساعتها لما يكون في خطأ هو هيتقبل منك النقد. ليه؟ لان انت مش جاي عشان تطلع له اخطاء، انت جاي عشان تسمعه. وبالعكس ده انت في حاجات صح، طب اسمع مني بقى نقط تانية يمكن تبقى غايبة عنك. ساعتها هو هينفتح ليك، هيفتح كل حاجة ليك علشان يسمعك. أرجوكم خدوا ولادكم في حضنكم في الجرح قبل الفرح، خدوا ولادكم في حضنكم وهم فاشلين قبل ما يكون ناجحين. عارفين ليه؟ هديكوا دليل كبير جدا. من فترة بنت بتكلمني وبتقولي كانت في حالة ضعف وانها كانت هتعمل كاتنج لايدها وتعمله بالطول علشان الشريان يبقى مفتوح اكتر. وطبعا دي معلومة انا اول مرة اعرفها. ليه يا بنتي؟ اصل انا جبت 90 ما جبتش 95. وماما قالت لي انت ليكي نفسي كمان تاكلي، هي ال90% بتاعتك دي هتعمل ايه؟ ده احنا نشوف هندري. تخيلوا. تقول لي اللي رجعني عن فكرة الانتحار عارفة ايه؟ بقول لها ايه؟ قالت لي البي تي اس. بقول لها نعم، ايه البي تي اس ده؟ قالت لي ازاي ما تعرفيش البي تي اس ده؟ اكبر فريق كوري. بي تي اس ده فريق كوري، ده ثالث مصدر للدعم او ثالث مصدر للاقتصاد القومي في كوريا. فريق بي تي اس ده وحاصل على 51 جايزة دولية. فريق بي تي اس بيتكرم من هيئة الأمم المتحدة، فريق بي تي اس بيتكرم من أمريكا، فريق عالمي وليه جيش الفولورد بتاعهم مسمينها الأرمي. وفريق بي تي اس ده ازاي حبيبتي خلاكي تمتنع عن فكرة الانتحار والكاتنج بالطول والحاجات الجميلة اللي أنا معرفهاش دي؟ قالت لي بي تي اس فريق أغانيه مبهجة بتخليني أقبل على الحياة. فريق بي تي اس بيديني قيم. قيم ايه اللي بيديها لك بي تي اس؟ الأخلاق كده؟ قالت لي لا، الفرح، النعناشة، الشهيطة، الضحك، فخلاني أضحك وسط ما أنا بعيط. يعني البنت اللي خدها في حضنه فريق بي تي اس. طيب ماشي اوكي. دخلت دورت على البي تي اس وسط ما انا بسمع في الاغاني لقيت فريق بي تي اس ده
في وسط الأغاني بيحط أفكار مثلية بتشجع المثلية. يبقى أنا خليت ابني وبنتي في حضن ناس ممكن يدخلوا لهم أفكار غريبة. هم حرين، يعني كل واحد حر في فكره، كل واحد حر في شخصيته، طالما ان الافكار دي بتاعته هو. لكن لما تيجي بنت 16 سنة ولا 17 سنة يجي فريق بي تي اس بيتحكم في فكرها، فريق بي تي اس بيتحكم في حياتها، فريق بي تي اس هو اللي مسيطر على افكارها ومعتقداتها. يبقى اذا فريق بي تي اس ده ممكن يحرك لي مجتمعات. عشان كده خدوا بالكم ولادكم بيشوفوا ايه، خدوا بالكم ولادكم في حد الحزن بيروحوا لمين. ما تخليش ابنك او بنتك لو سمحت في عز جرحه او في عز ما هو حاسس بالفشل يدور على غيرك. فشلت تعالى لي انا، ما تروحش لحد تاني. يبقى من فضلكم ارجوكم انا عاوزاكم دلوقتي تسمعوا، بعد ما تسمعوا الفيديو ده، ابني بنتي انا بحبك حب غير مشروط، انا فخور بيك. الكلية اللي مش هتحقق نجاحك انت اللي هتحقق نجاحك، وانت اللي هتصنع نفسك وهتصنع مستقبلك، انت اللي هتصنع النجاح بتاعك مش الكلية. ابني او بنتي انا بديلك حرية الاختيار، تعال ناقشني وهسمعك وهقولك بالصواب اجابت فهمني. ده انتوا جيل بيعرف اكتر مننا، تعالى زود المعلومات. انت لما تقوله الكلمة الحلوة دي انت هتاخده وهتخليه ده يقبل منك اي نقطة انتقاد، وهيفهم ان انت بتنتقده عشان مصلحته. لو سمحت ولادنا وبناتنا مش المارد اللي طالع من مصباح علاء الدين احكه عشان يحقق لي امالي انا. ابني وبنتي جايين يحققوا امالهم هم. لو سمحت دورك اختياري، ارشد، خليك النور، النور الاخضر اللي بينور له طريقه. لو سمحت ابنك او بنتك في عد ما هو فاشل، كل اللي عليك افتح حضنك، اوعى ابنك او بنتك يروح لحضن تاني. ان شاء الله في الحلقات الجاية، في حلقات انا واولادي هيكون معانا حاجات كتيرة ومواضيع اكتر. دي البداية. الحلقات الجاية عاوزة اسمع منكم تساؤلات. الحلقات الجاية هسمع المداخلات متاحة لكل اب وام والاولاد من الكبير ومن الصغير. في الحلقات اللي جاية هناخد ايه الحقوق والواجبات اللي على كل اب وام يقدمها لاولادنا. واوعوا تفتكروا يا اولادنا ان انتوا عليكم ان انتوا تاخدوا بس، لا انتوا كمان عليكم واجبات. ارجوكم اسمعوا الفيديو وشيروه لكل الناس. اكتبوا لي تعليقاتكم عن اول حلقة، اكتبوا لي انطباعاتكم، وانا في مستنية تساؤلاتكم ومستنية مداخلاتكم. ولادي وبناتي في المدرسة، ولادي وبناتي على اليوتيوب، انا مستنية تشوفوا الفيديو دوت وتقولوا لي رأيكم ايه. والى اللقاء في حلقات جديدة مع انا واولادي.